أهلا بيكم معانا. النهاردة هنتكلم عن آخر التطورات في ملعب الرباط. معنا صور وفيديوهات جديدة. هنركز على حاجتين: العشب الجديد، والأهم تصميم المدرجات، تحديدا السلالم اللي الناس كلها بتتكلم عنها. عايزين نفهم إيه اللي بيحصل بالظبط والأساس الهندسي ورا التصميم ده. تمام. هو فعلا موضوع مهم. هندخل في التفاصيل من أول العشب الطبيعي ونوعه لحد السلالم دي وليه تصميمها كده. مش بس إيه اللي بيتعمل، لأ، الأهم ليه بيتعمل بالشكل ده، إيه معايير السلامة اللي وراه. ممتاز. نبدأ بالعشب. طيب، المعلومات بتقول إنهم بدأوا يركبوا العشب الطبيعي خلاص، ونوعية عالمية كمان. الغريبة شوية هي طريقة التركيب اللي هي اللفايف أو الرول. دي شكلها عملية دقيقة قوي. هي فعلا دقيقة جدا. بص، التقنية دي عبارة عن شرايح عشب طبيعي جاهزة، مزروعة وكبرت خلاص، بتتفرد زي السجاد. بتتفرد على طبقة أساس، غالبا رمل معين متجهز مخصوص. والميزة هنا مش بس السرعة، لأ، الميزة الأهم إنها بتدي كثافة وتجدير شبه فوري. يعني الملعب يبقى جاهز أسرع بكتير من لو زرعوه بالطريقة العادية. وطبعا محتاجة دقة عالية عشان الأرض تبقى مستوية تماما والجذور تمسك كويس في الأساس. فهمت. يعني سرعة وجودة مع بعض. تمام. طيب، نروح للموضوع الأكبر بقى: السلالم. تصميم السلالم في المدرجات. الصور والتحليلات بتقول إن السلالم دي بتبقى أقصر كل ما نطلع لفوق في المدرج. الواحد لما يبص كده لأول مرة يحس إن الموضوع غريب، واخدة مكان كبير قوي من الكراسي. مظبوط، هو ده الشكل اللي الناس لاحظته واستغربته. بس التوزيع ده مش عشوائي خالص، لا، ده مرتبط بشكل مباشر بمعايير سلامة دولية صارمة جدا، وحسابات معقدة، حسابات عشان الإخلاء السريع والآمن وقت الطوارئ لا قدر الله. الإخلاء. أيوة، الفكرة إن كثافة الناس وسرعة حركتهم بتختلف حسب مكانهم في المدرج، فوق غير تحت. فلازم ممرات الخروج اللي هي السلالم دي تكون واسعة كفاية عشان تستوعب كل الناس في المنطقة دي، وتضمن إنهم يخرجوا في وقت قياسي محسوب عالمياً. بس الانتقادات زي ما الواحد بيشوف مش بس على إنها بتقلل عدد الكراسي المحتمل، لا، كمان على الشكل نفسه، التأثير البصري. في ناس بتقول إنه المنظر بالذات من بعيد عامل زي التشويه لشكل المدرجات الحمراء المتناسقة. أنا فاهمة النقطة دي طبعاً. الشكل الجماعي مهم، بس من ناحية هندسية بحتة، السلالم دي وظيفتها أهم بكتير من شكلها. دي حياة ناس، يعني أي محاولة إنهم يقللوا عرضها أو عددها عشان الشكل، لو مش محسوبة صح، ممكن تبقى نتائجها كارثية. ممكن تطول وقت الإخلاء جدا وتزود خطر التدافع. ودي مش مجرد نصايح، لأ، دي شروط واضحة ومحددة من الفيفا واليويفا، بتقول بالظبط محتاجين كام مخرج ونقطة خروج حسب سعة كل جزء في الملعب. يعني السلامة أولاً، ما فيهاش كلام. بس ده يخلي الواحد يسأل: هل الشكل ده بالذات هو الحل الوحيد؟ يعني مفيش طرق تانية ممكن تحقق نفس السلامة، بس يمكن بشكل أحسن من الناحية الجمالية؟ سؤال وجيه جدا. اللي بنشوفه في الرباط ده تطبيق مباشر وصارم للمعايير. هل هو الحل الوحيد؟ غالبا في الهندسة بيكون فيه أكتر من حل لنفس المشكلة، لكن كل حل ليه مميزاته وعيوبه. ممكن يكون فيه تصميم تاني، بس يمكن أغلى أو أصعب في التنفيذ. المؤكد إن الحل ده بيحقق المطلوب بالظبط من ناحية السلامة. بس عموما هندسة الملاعب دايما بتحاول تلاقي طرق جديدة توفق بين الاتنين دول. طب إزاي ممكن يقللوا من التأثير البصري ده اللي مضايق بعض الناس من غير ما يجوا جنب السلامة؟ طبعاً في أي اتجاهات جديدة في الحتة دي؟ أكيد، في محاولات دايماً إن العناصر الوظيفية دي تندمج أكتر في التصميم. يعني مثلاً ممكن يستخدموا ألوان قريبة لبعض للسلالم والكراسي عشان التباين ما يبقاش حاد قوي. في تصميمات حديثة بتستخدم خطوط انسيابية أكتر أو كيرفات للسلالم بدل الزوايا الحادة. ده ممكن يخلي شكلها أهدى شوية. ممكن كمان يغيروا في طريقة توزيع الكراسي حوالين السلالم نفسها عشان يبان الشكل متكامل أكتر. الهدف دايماً هو تلطيف المنظر من غير ما نغير في الأبعاد الهندسية الأساسية اللي بتضمن السلامة. وممكن نشوف حاجات من دي في التشطيبات النهائية للملعب، مين عارف؟ إذن الخلاصة أن اللي ممكن يبان تصميم غريب أو مش موفق جمالياً في سلالم ملعب الرباط هو في الحقيقة ناتج عن تطبيق دقيق جداً لمعايير السلامة العالمية ومتطلبات الإخلاء. وده بيورينا التحدي اللي دايماً موجود في تصميم المباني الكبيرة دي.
بالظبط كده. هو صراع مستمر بين الوظيفة الأساسية اللي هي هنا سلامة آلاف الناس وبين الشكل الجمالي وتجربة الجمهور. وده بيسيبنا بسؤال مهم للمستقبل. مع زيادة الاهتمام بتجربة المشجع والناحية الجمالية وكمان معايير السلامة اللي بتزيد صرامة، إزاي التصاميم الجاية للملاعب هتقدر توفق بين الاتنين دول؟ وإيه الابتكارات الهندسية أو التصميمية الجديدة اللي ممكن نشوفها عشان تحقق التوازن الصعب ده من غير تضحيات كبيرة؟ فعلا سؤال مهم ويستحق التفكير في مستقبل هندسة الملاعب. شكرا جزيلا ليك على التحليل الوافي ده لتطورات ملعب الرباط.